عافي محدش ياكل لقمته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل وكالة وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية مع الدكتور عربي أبو زيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية. هيشرفنا وجودنا معاه النهاردة، ومعانا الزميل الأستاذ أيمن عز الدين. اهلا بك يا استاذ ايهاب. وطبعا احنا ان شاء الله زي ما اكدنا في كل مره في حلقات برنامج رئيس التحرير ان بيبقى معانا قياده في كل مناحي الحياه المصريه الاصيله بقياده القائد عبد الفتاح السيسي القوي الامين. نحن نلتقي دائما بالقيادات التي تنفذ أفكار القيادة السياسية الممثلة في القائد عبد الفتاح السيسي، ومش أي لقاء بيعمله برنامج رئيس التحرير يا أستاذ إيهاب ومش مع أي قيادة، هو كل ما هنالك إن احنا بنأكد وبنرسخ على فكرة من هو يتماشى مع فكر القائد القوي الأمين. النهاردة معانا حلقة إن شاء الله بإذن الله، وحلقات ممتدة وممكن تمتد لجزئين، وزي ما حضرتك تفضلت هنستمتع مع الدكتور عربي أبو زيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج رئيس التحرير، أهلا بكم مرة أخرى. والنهاردة معانا حلقة شديدة التميز زي ما وعدناكم. معانا في كل حلقة قيادة في اسكندرية، قيادة شديدة الرقي في مجال التعليم، ونعلم تماما أن التعليم هو مستقبل الوطن. كل بيت في مصر بيهتم بالتعليم على اعتبار ان هو المستقبل الحقيقي لاولادنا ورفعتهم. النهارده معانا القياده التعليميه بوزاره التربيه والتعليم على مستوى الجمهوريه، هو وكيل اول وزاره التربيه والتعليم بمحافظه الاسكندريه الدكتور عربي ابو زيد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، شرفتنا. ايمن بيه، ربنا يبارك فيك، كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بصحه والسلامه يا دكتور، ومنور قناه الحدث اليوم، ومنور برنامج رئيس التحرير. والنهارده دي قاعده ممكن نقول عليها قاعده عرب، ومحملين بكل الأسئلة من المواطن البسيط والمواطن المتوسط وجموع الشعب المصري، لا سيما في اسكندرية، الخاص بالتعليم. في البداية كده بعد إذنك يا دكتور عربي، احنا عايزين نعرف خطة وكالة وزارة التربية والتعليم بمحافظة اسكندرية لتطوير التعليم، لا سيما في هذا الموسم 2025-2026. بداية برحب بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير، وكل مشاهدينك وحبايبك بخير، ومصر الحبيبة بأمن وأمان وتقدم ورقي وازدهار إن شاء الله. وطبعا كما تعلم حضرتك وأستاذنا أنه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمام كبير بالعملية التعليمية، وده كان متمثل وواضح بشكل قوي في خطاب التكليف للحكومة في التكليف الأخير، وهو الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم دون الإغفال طبعا لكل القطاعات الأخرى التي هي تعتبر شرايين رئيسية وأداء من أدوات بناء هذه الدولة. وفي ضوء ده يمكن وزارة التربية والتعليم في ظل يعني اهتمامات سيد وزير التربية والتعليم السيد محمد عبد اللطيف
وتنفيذا لخطة الدولة 2030 وخطة وزارة التربية والتعليم يعني ال 24/28. الحمد لله هناك نوع من النقاط الرئيسة والمحكات الرئيسة والمسارات الرئيسة التي تقوم عليها العملية التعليمية في داخل محافظة اسكندرية. ويمكن هذا العام والعام السابق شهدت وزارة التربية والتعليم تقدم ملحوظ في العديد من القطاعات والعديد من الملفات التي كانت شائكة قبل ذلك والتي كان من الصعب اتخاذ فيها قرارات، وأهمها هو قرار تخفيض الكثافات في داخل الفصول. يعني اتفضل. بعد اذن حضرتك، طبعا حضرتك تفضلت باستعراض ما هو بيتم تطويره داخل وزارة التربية والتعليم، ولكن احنا عايزين برضو نوصل للمشاهد ما هو المشروع داخل الاسكندرية في التحول الرقمي، لا سيما في المدارس الحكومية. طبعا يمكن بس خليني يمكن اكمل النقطة الأولانية، انه كثافات الفصول هي اساس من اسس العملية التعليمية والتحول الرقمي. لانه احنا عندنا في داخل محافظه اسكندريه البنيه التكنولوجيه في داخل مدارسنا قويه جدا، سواء في المدارس الثانويه او الاعداديه او الابتدائيه. فعندما تكون كثافات الفصول في داخل محافظه اسكندريه لا تزيد عن 47-48 طالب في داخل الفصول وتصل الى اقل من ذلك بكثير، واحنا عندنا ما يقرب من حوالي 38,000 فصل على مستوى محافظه اسكندريه. هذا اعطى لمديريه التربيه والتعليم الفرصه القويه في عمليه يعني اكتشاف المواهب في داخل ابنائنا، ايضا القدره على التعامل معهم، وجود معلمين على مستوى وعلى قدر كبير من الكفاءه، سد العجز بنسبه 100% على مستوى محافظه اسكندريه. ده يمكن ساعدنا في عمليه التحول الرقمي اللي بالفعل وزاره التربيه والتعليم تولي له اهتمام كبير، وده طبعا بناء على توجيهات القياده السياسيه، لانه هناك نوع من المسابقات التي تتم في داخل العمليات التعليميه. ايضا هناك المشاريع التي تتم في داخل العمليات التعليميه، ومنها مشروع البوابه الرقميه والالكترونيه في الفصل في الصف الاول الثانوي على مستوى الجمهوريه، واحنا اشترك فيها كل ابنائنا في الصف الاول الثانوي. وهذه المسابقه هي عدد من المديولز اللي ابنائنا بيحلوها وبيتفوقوا فيها، وكمان بتطلع له بعد كده شهاده. هذه الشهاده معتمده من دوله اليابان، ويمكن السيد وزير التربيه والتعليم اعلن انه الاول على مستوى كل محافظه سوف يتم تعيينه في شركه يابانيه، وهذا بيعطي نوع من الثقه وبيعطي نوع من القوه، ادى انه ابنائنا كلهم بنسبه 100% دخلوا على هذه المنصه واستطاعوا اجتياز العديد من هذه الاختبارات القويه. ده كله بيرسخ لتوجه الدوله في التحول الرقمي، في التعامل مع الرقمنة، في اكتشاف الموهوبين لدى أبنائنا في هذا الملف القوي الذي يعتبر هو الاستثمار المستقبلي في العملية التعليمية. يعني ده يسحبنا لفكرة ان ممكن المنصة بتاع التعليم المصري دي تخلينا فيما بعد مستقبلا نستغنى عن الدروس الخصوصية؟ طبعا كثرة المنصات التعليمية ووجود المدرسة وعودة أبنائنا للعملية التعليمية وعودتهم للفصول، يمكن نسبة الحضور عندنا لا تقل في يوم من الأيام عن 85% بل تزيد عن 90%. ده ادى نوع من الثقة لولي الأمر أولا في المدرسة، ادى ثقة لولي الأمر في العملية التعليمية، وأيضا التقييمات المستمرة. وأنا عارف أنه ده ممكن يبقى سؤال مهم، التقييمات في داخل المدارس، رغم أن هناك بعض أولياء الأمور في البداية كان هناك نوع من التخوف والاعتراض على هذه التقييمات، لكن التقييمات كان لها دور كبير. التقييمات التي تتم في الأسبوع هي التقييمات التي يأتي منها امتحان الشهر، وأيضا هي التي يأتي منها امتحان نص السنة إن شاء الله بإذن الله. فده يبقى إذن إدى أبنائنا القدرة على التحصيل المستمر، وده قديما كان يطلق عليه التقييم المستمر. التقييم المستمر انه ابنائنا يقيموا ويقوموا بشكل مستمر فيما يدرسونه، ولا يتراكم عليهم في اخر العام او في نصف العام ويكون هناك نوع من النسيان. فكل هذه الامور مجتمعة تؤدي الى هدف واحد، وهو تقديم تعليم عالي الجودة في داخل العملية التعليمية. أيضا الفاعلية والتفاعل والبحث والاستقصاء والاستكشاف
في ظل المناهج الجديدة التي تم تغييرها في داخل وزارة التربية والتعليم. ونحن نعلم جيدا وكلنا تعلمنا على هذا الأساس أنه المناهج القديمة كانت قائمة على الحفظ والاستصهار. معنا سيادة الوكيل بعد إذن حضرتك، معنا كم مدرسة في اسكندرية هذا الموسم، يعني اللي هو 2025 2026؟ عندنا 3003 مدرسة، وسوف يضاف لهم عدد كبير في بداية العام الدراسي، بحيث أنه إن شاء الله كما خطط السيد وزير التربية والتعليم واهتم بهذا الأمر، أنه على بداية إن شاء الله على يعني العام الدراسي 26/27 لن يكون هناك فترة ثانية في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية مطلقا، وهذا سوف يتم في داخل محافظة اسكندرية. تم التخطيط له بشكل قوي، دخول عدد من المدارس في هذه الفترة اللي احنا يمكن بنتكلم فيها بعد شهر أو شهرين، عدد من المدارس يدخل الخدمة، وهناك عدد من المدارس تم طرحه وإن شاء الله والاستعداد ليه لدخول الفصل العام الدراسي الجديد. ده كله بيؤدي إلى زيادة الإتاحة، وأيضا قلة عدد الأولاد في داخل الفصول، لكي يتمكن المعلم من توصيل المعلومة، وأيضا القدرة على يعني التعامل مع كافة أنماط التلاميذ في داخل الفصل، من خلال اللي احنا بنسميه اختلاف القدرات الذهنية والعقلية لأولادنا في داخل العملية التعليمية. برحب بحضرتك دكتور عربي. وفي البداية خليني أسأل حضرتك إيه هي أبرز ملامح خطة الوزارة لهذا العام؟ طبعا يعني احنا يمكن داخلين على الفصل الدراسي الأول أوشك على الانتهاء، وطبعا الفصل الدراسي الأول كان تسبقه العديد من الإجراءات في داخل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بناء على توجيهات من السيد وزير التربية والتعليم وتوجيهات من السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، منها استعداد مدارسنا بكافة فصولها بشكل يليق بالعملية التعليمية من حيث الصيانة الشاملة، حيث الصيانة البسيطة، أيضا الكثافات الفصول لا تزيد عن 47-48 على مستوى محافظة الإسكندرية، توفير المعلمين بنسبة 100%. احنا لا يوجد في داخل محافظة الإسكندرية عجز معلم واحد في مجال التخصص على مستوى محافظة الإسكندرية. أيضا وصول الكتب، وهذا يعتبر أول عام في تاريخ التربية والتعليم الكتب المدرسية تصل قبل بداية العام الدراسي، ويتم توزيعها على المدارس وتوزيعها على الطلاب. وحاجة تانية كمان عدم ربطها بأي مصروفات دراسية حتى في مدارس اللغات، وده كانت حاجة يعني فريدة وحاجة جميلة. كان لها صدى كبير في الشارع، كان لها صدى لدى ولي الأمر، حتى لا يشعر أبنائنا الغير قادرين على دفع المصروفات اللي احنا بنساعد كمان عدد كبير منهم سواء عن طريق المؤسسات المجتمع المدني أو رجال الأعمال لدفع المصروفات، حتى لا يشعر أبنائنا إنهم غير قادرين، لأنه احنا يعني وزارة التربية والتعليم بتحقق مواد الدستور، وهي إنه التعليم مكفول لكافة أبنائنا وكلهم متساويين في تلقي تعليم عالي الجودة على مستوى سواء محافظة اسكندرية أو على مستوى مصر كلها. تمام. طب في يعني هل هناك شعور حقيقي بيشعر به الطالب والمعلم لهذا العام بتغيير حقيقي حاصل في العمليات التعليميه؟ طبعا يعني ده بيتأتى من عدة امور احنا بنقيس بها مدى رضا ولي الامر او رضا الطالب في داخل العمليات التعليميه. رقم واحد وهو زيارات الميدانيه للمدارس، وانا بزور 5 مدارس على الاقل يوميا، وبالاضافه لكل القيادات احنا بنزور يوميا كل القيادات في داخل مديريه التربيه والتعليم 150 مدرسه يوميا، فده بيدي نوع من المؤشر. رقم 2 أنا حريص كل الحرص أن أنا ألتقي بأولياء الأمور أثناء يعني ذهابي إلى المدارس، وأنت تعلم هناك طبعا ظاهرة جميلة في محافظة اسكندرية أن أولياء الأمور ينتظروا أبنائهم أمام المدارس، فأنا بلتقي بهم.
في وقت من الاوقات ممكن كنت تخاف انك انت تلتقي بولي الامر. ليه؟ لانه محمل بمجموعه من الاعباء، محمل انه ابنه ملهوش ديسك، انه محمل انه ابنه ملهوش فصل، محمل انه ابنه ما عندهوش معلم. لكن دلوقتي انت بتنزل باريحيه في داخل الشارع وبتلتقي مع اولياء الامور. انتوا بتحلموا بايه؟ خلاص هو العناصر الرئيسيه بتاعتهم اصبحت كذا، لكن ممكن ابن واحد من ولي الامر يقول لك انا نفسي ابني يشترك في لعبه معينه، ابني يشارك في مسرحيه معينه، ابني يشارك في كذا. يبقى اذا احنا وصلنا لدرجه الاساسيات اصبحت موجوده، ولكن كمان بدانا ندخل في الانشطه ودورها في داخل العمليه التعليميه. فده كله بيدي لك مؤشر. رقم 2 الشكاوى، هل هناك شكاوى او عدم وجود شكاوى؟ ايوه هناك شكاوى، لكن هي الشكاوى البسيطه مش زي الشكاوى التي كانت تتم قبل ذلك، ويتم حلها بشكل يومي. واحنا عاملين خط ساخن وعاملين كمان اتوبيس طاير في داخل العمليه التعليميه لحل كل المشكلات. انا مش عاوز اوري حضرتك يعني كم ردود اولياء الامور يقول لك شكرا على سرعه الاستجابه، شكرا على حل المشكله، شكرا على سرعه التدخل. ده بيدينا نوع من المؤشر على حل هذه المشكلات. ابواب المكتب بتاعنا مفتوحه، ومكتب الساده مدير امور الادارات التعليميه وكل القيادات على مستوى المحافظه مفتوح لولي الامر، بيجي في اي توقيت اذا كان معه اي استفسار او اي دعم احنا بنساعده. ما تم في داخل العملية التعليمية من وسائل تكنولوجيا حديثة ومن سبورات جديدة ومن عدد من المقاعد الضخمة، يمكن احنا يعني ما يقرب من حوالي 50,000 مقعد جديد وصلوا لمحافظة اسكندرية، دخول ما يقرب من حوالي 1200 فصل جديد لداخل العملية التعليمية، وجود 6 مدارس لغات متميزة هذا العام بالإضافة ل3 مدارس قدامى. ده ادى نوع من الراحة النفسية لدى أولياء الأمور. حاجة جديدة عملناها في محافظة اسكندرية هذا العام وهو لم شمل الأسرة. ده على فكرة كان يؤرق عديد من الأسر إنه ابنهم في الابتدائي في مدرسة والإعدادي في مدرسة والثانوي في مدرسة، ولكن هذا العام أخذنا على عاتقنا بناء على توجيهات السيد الوزير والسيد المحافظ لم شمل الأسرة في مدارس واحدة. أنا بقول لحضرتك يعني ما يقرب من حوالي 250,000 طالب تم لم شملهم على مستوى محافظة اسكندرية. هذا الموضوع كان له أثر كبير على ولي الأمر، لأنه بيوفر عليه وبيشيل من على كاهله العديد من الأعباء الاقتصادية. أيضا السادة المعلمين ونزول ما يقرب من حوالي 1700 معلم من برج العرب والعمرية إلى أماكن في محافظة اسكندرية ليهم سنوات، ليهم أكثر من 14 و12 و13 سنة. ده كان له أثر كبير على أداء المعلم في العمل بتاعه، وده يمكن لم يتأتى إلا أنه لما تعيينات جديدة وصلت لمحافظة اسكندرية، فالتعيينات الجديدة تاخد كمان دورها في هذه المكان. وأيضا قدام المعلمين أساتذتنا اللي هم بذلوا مجهود نزلوا للأماكن القريبة من منازلهم، ده كله كان ليه أثر كبير في عملية الحاجة الأخيرة المستحقات المالية بتاعت السادة المعلمين، سواء المعلمين اللي على رأس العمل أو المعلمين الأصليين أو المعلمين اللي بالآجر. ووزارة التربية والتعليم حريصة إنه المبالغ المالية بتاعتهم تصل قبل نهاية الشهر ويتم يعني دفعها إلكترونيا للسادة المعلمين. كل ما ذكرته أدى إلى أنه وجود في نوع من الراحة النفسية لدى المعلم ولدى المدرسة ولدى ولي الأمر. هل هناك مشكلات موجودة ما زالت موجودة في داخل العمليات التعليمية؟ نعم، ولكن هل المشكلات تساوي ما كان ما قبل ذلك؟ أبدا. يبقى إذن احنا كل يوم بنحاول نعمل تقييم للوضع، ايه اللي عندنا احنا ممكن نقدمه، ايه اللي ممكن نحله، ايه اللي كمان بنفكر فيه في المستقبل ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك يعني الجديد في تدريب المعلمين والتطوير المهني. طبعا يعني التدريبات قبل بدايه العام الدراسي ووزاره التربيه والتعليم كانت حريصه على انه بناء قدرات المعلمين بنسبه 100% قبل بدايه العام الدراسي حتى يتم بنائهم على عده امور. رقم 1 وهي المناهج الجديده، تم بناء قدرات كل المعلمين على المناهج الجديدة. رقم 2 على استراتيجيات التدريس واستخدام استراتيجيات حديثة تتمشى مع الفروق الفردية لأبنائنا، وأيضا الاستراتيجيات التي تتمشى مع المناهج الجديدة، لأنه في هناك مناهج جديدة. المناهج دي تتطلب البحث والاستكشاف والتقصي وعمل المجموعات وروح الفريق لدى أبنائنا، فتم بناء قدرات المعلمين قبل بداية العام الدراسي على كافة هذه الأمور. طيب خليني برضه أسأل حضرتك، خطة الوزارة لدعم المعلمين نفسيا
ومهنيا مع الضغط الكبير اللي بيتعرضوا ليه داخل المدارس؟ طبعا يعني وزاره التربيه والتعليم الصراحه يعني خليني والله يعني ان انا اتوجه بالشكر الجزيل للسيد وزير التربيه والتعليم. وطبعا السيد وزير التربيه والتعليم هو يمثل وزاره التربيه والتعليم، لكن الداعم الاساسي والحقيقي هو السيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابته الحقيقيه لمطالب المعلمين. يعني عندما المعلمون طلبوا من السيد وزير التربيه والتعليم انه احنا محتاجين زياده في الراتب، او السيد وزير التربيه والتعليم حمل على عاتقه يعني وجهة نظر السادة المعلمين وعرضها على الدولة المصرية، على دولة رئيس مجلس الوزراء وأيضا فخامة الرئيس. واللي ده كان ليه أثر كبير عندما أعطت القيادة السياسية التوجيه بصرف مبلغ 1000 جنيه لكل معلم، وإن شاء الله السنة الجديدة هيبقوا 2000 جنيه، وأيضا مبلغ مالي للسيد مدير المدرسة حتى يستطيع أن يعني يعمل من خلاله في داخل العملية التعليمية. هذا الأمر جديد بالنسبة لنا، انه يبقى في نوع من الاستجابة. الحافز موجود، لكن الاستجابة إذا الدولة تشعر بقيمة المعلم وتشعر بأنه المعلم يحتاج أكثر، وأنه المعلم هو أساس العملية التعليمية، وأنه المعلم هو قاطرة التنمية المستقبلية، هو اللي بيخرج لنا كل ما نحتاجه في داخل المجتمع، سواء المجتمع المصري أو المجتمع الخارجي. فالاستجابة الدولة لهذا الأمر كان ليه أثر بالغ في داخل العملية التعليمية. بيكون في برامج تدريبية إلزامية ومستمرة للمشرفين والعاملين بالمدارس لمواجهة التحرش أو الوقائع الفردية اللي بتحصل؟ طبعا هناك تدريبات مكثفة للأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وعدد من المعلمين في داخل المدارس، وهذه التدريبات بتتم على طرق مختلفة، منها تدريبات فيديو كونفرنس، منها تدريبات مباشرة، منها تدريبات على رأس العمل في داخل المدرسة، وأيضا نقل الخبرات، يعني كيف يستطيع الطالب أن يقي نفسه من أي كذا. هناك العديد من الفيديوهات يتم بثها عن طريق السمارت بورد أو السبورات الذكية الموجودة عندنا في داخل مدارسنا حتى يتم تلافي هذه السلبيات. هذه السلبيات سلبيات فردية تتم في داخل العملية التعليمية، ووزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على أنها بتاخد إجراءات رادعة ضد من تسول أنه نفسه أو يتم اكتشافه في هذا الأمر. وطبعا أولياء الأمور بيساندونا وبيساعدونا في هذا الأمر. وصلنا مع حضراتكم لنهاية الحلقة، وإن شاء الله بإذن الله نرجو أن قد تكون حلقة ممتعة ليكم. وزي ما وعدناكم يا أستاذ إيهاب بنختم بكلمة من الزميل إيهاب حفلس. اتفضل. متشكر جدا ليك أستاذ أيمن. وفي النهاية بنشكر سيادة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية دكتور عربي أبو زيد على وجوده معنا وعلى كل التوضيحات اللي طرحها في ملف التعليم. كنتم مع برنامج رئيس التحرير، شكرا لكم ونلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. اللي عافي محدش ياكل لقمته.